في فيديوهات كتير على الفيسبوك بتتكلم على موضوع مادة البوليسترين أو الفلين مع البنزين، وبيحطوا إضافات كده معرفش يعني إذا كانت مفيدة ولا مجرد فيديوهات علشان خاطر الريتش يعلى والسلام. وأولهم إضافة الليمون على الفلين. طيب تعالوا نشوف التجربة دي هتمشي معانا إزاي. احنا جبنا شوية بنزين 92 وشوية بنزين 80 وهنبدأ إن احنا نطبق التجربة. ولكن قبل ما نبدأ فيديو النهاردة تعالوا نصلي على حبيبي وحبيبك صلى الله عليه وسلم في التعليقات، وكمان ندعي لاخواتنا ربنا ينصرهم عاجلا وليس اجلا يا رب العالمين. اول حاجه جبت معانا برطمانات اللي هي الازاز. انا دايما بستخدم الماده دي بحطها في ازاز علشان تكون امن اكتر وعلشان تعيش معايا فتره طويله. بعد كده جبت الليمون وانا هنا بطبق اللي انا شفته، وهنشوف مع بعض النتيجه. جبت نص ليمونه او ليمونه، وبعدين بتبدا ان انت تعصرها بنفس الطريقه دي على البنزين اللي هو ال80. بنزين ال92 بسيبه زي ما هو، مش بحط عليه اي اضافات. وبعد كده حطيت على البنزين ميه. طبعا انا بعمل التجربة برضو معاكم زي ما شفتها، وفي الاخر هنشوفوا الكلام ده هيمشي معانا ازاي. وبعد كده بقطع الفلين وبحطه بنفس الطريقة دي. عايز اقول لكم على حاجة مهمة جدا جدا. لما تيجي تستخدم الفلين قدر المستطاع تجيب الفلين اللي هو الكثافة بتاعته مش عالية، يعني اللي هو مش مكبوس جامد. بتلاقي ساعات فلين كده بتلاقي مكبوس جامد جدا، فده حاول قدر المستطاع ان انت ما تستخدموش في فلين تاني بيكون خفيف خالص، وبتكون الحباية بتاعته بتكون كبيرة، اللي هو بيجي في اللي هو الحلويات والتورت والحاجات اللي زي دي. ده بيكون ممتاز جدا. بنحط في البرطمانات نفس كمية الفلين على بنزين 80 وعلى بنزين 92 نفس الكمية. أول حاجة بنلاحظها إن هنا القوام تقيل، عمل معايا زي كتلة ومش سايل زي ما هنشوفه دلوقتي في البنزين التاني. زي ما احنا شايفين يا جماعة ده له استخدامات محدودة جدا جدا، وهنستعرضها دلوقتي مع بعض زي ما هنشوف. تعالوا على الناحية التانية نشوفوا بنزين 92. حاجة بسم الله ما شاء الله استخداماتها كتير، والقوام معايا زي ما احنا شايفين سايل، وبرضه استخداماته مختلفة عن استخدامات البنزين التاني. لما هنقرب البرطمانات من الكاميرا شوية هنلاحظ ان هو البنزين ال80 ابتدى ان الفلين يبقى تحت خالص زي ما احنا شايفين، والبنزين بيبقى فوق. بعد كده بنشوف البنزين التاني اللي هو ال92، بنلاقي ان الفلين اللي معانا ابتدى ان هو يندمج بشكل كامل مع البنزين، وده المطلوب معانا. لو عايزين تخزنوه بيتخزن في برطمانات من الازاز، وطبعا الغطا بيتقفل كويس جدا جدا بحيث ان هو ما يدخلش اي هواء، وخلاص بعد كده بيفضل معاك حوالي 3 شهور او 4 شهور كمان بدون ما ينشف او يحصل في اي مشكلة. تعالوا بقى نجرب. اول حاجة معانا البنزين ال 92، ونشوف انا دلوقتي لو ضفت له اللي هو مركزات الالوان. عايز اقول حاجة مهمة جدا تاخدوا بالكم منها. مركزات الالوان دي يا جماعة بيكون في منها انواع بتنضاف للدهانات المائية والدهانات البلاستيك، وانواع تانية بتنفع للدهانات المائية والدهانات البلاستيك والوان الزيت كمان. علشان لو حضرتك عندك الوان زيت ابيض وحابب ان انت تغير لونها فبتضطر ان انت تجيب ده. فبتلاقي مكتوب على العلبة الصغيرة اللي هي ورا دي العلبة الخضراء المركزات الالوان، بتلاقي مكتوب عليها ان هو ينفع بلاستيك او الدهانات المائية والدهانات الزيتية. دي اللي احنا هنستخدمها في الفكرة اللي معانا النهاردة. وزي ما احنا شايفين ببدأ ان انا احط شوية على البنزين ال 92 او مادة البوليسترين اللي معمولة ببنزين 92، وزي ما احنا شايفين بيندمج بشكل كامل جدا جدا وما فيهوش اي مشكلة. وده بالنسبة لي المطلوب والمهم. تعالوا بقى نشوفوا نحطوا شوية ألوان على بنزين 80 ونشوف هيعمل معانا ايه. طبعا من المستحيل ان انت تقدر تدهن بيه، لان هو اصلا القوام بتاعه مش قوام دهان او قوام سائل علشان اقدر ان انا ادهن بيه بفرشة او برولة او باي حاجة. اول حاجة معايا ان هو بنزين 92 هو اللي ينفع بس في الدهانات. لو انا عايز اضيف له دهان زي ما احنا شايفين كده واشتغل عليه بشكل مباشر، وهشوف النتيجة وهشوف الميزة دلوقتي ان انا لما بحط دهان على بنزين 92 انا بستفاد ازاي من الدهان بشكل كبير جدا جدا. اما بنزين 80 فانا هستثنيه من الفكرة دي او من التجربة دي، وهنشوفه دلوقتي في حاجة تانية. ما تنسوش وانتوا بتتفرجوا تعملوا لايك للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد ممكن بإذن الله، والفيديو ينتشر إن شاء الله.
هنا هسيبه طبعا ينشف. هو هنا بيغيب يا جماعة بالظبط ما يكملش 10 دقايق وبينشف وبيبقى تمام التمام. طبعا انا هنا زي ما قلت لكم مش هينفع ان انا ادهن والقوام بنفس الطريقة دي، مش منطقي خالص. هنجربه في حاجة تانية. وجبت هنا قطعتين من الجبس او قطعتين من الاسمنت. ده طبعا قوالب اللي هو قوالب الحجر الفرعوني. وبعد كده ببدأ ان انا اجرب ان انا الزقهم ببعض. اوقات كتير جدا بحتاج ان انا الزق حاجتين زي دول في بعض، يكونوا من الجبس او يكونوا من الاسمنت، ومش ببقى حابب ان انا الزقهم باسمنت. وطبعا المادة دي هنشوف هل هتنجح معانا ولا لا. بلزقهم في بعض بنفس الطريقة وبسيبهم طبعا براحتهم بينشفوا. هما طبعا بيغيبوا حوالي يوم عبال ما ينشفوا ويبقوا عضموا ويبقوا تمام التمام. طبعا الحاجات دي يا جماعة بتكون عايزة ان انت كل حاجة تعملها تسيبها براحتها تنشف وتاخد راحتها في العمل يعني. طيب تعالوا نجربه بعد كده البنزين اللي معانا اللي هو ال92، ونجربه في حاجة تانية وهو عملية التلميع. عملية التلميع أو بديل معايا اللي هو الورنيش. طبعا انا بستخدمه بشكل كبير جدا في كل الحاجات اللي بعملها، ولكن دايما بيكون عندي مشكلة، ولكن انا مش شايف ان هي مشكلة وممكن تتعالج بشكل كبير جدا. البنزين او مادة البوليسترين اللي احنا شايفينها دي لما بستخدمها كتلميع او كورنيش بتغمق اللون اللي تحتها. يعني لو حطيت على لون بيج بيبقى بيج غامق، لو حطيت على لون اصفر بيبقى اصفر غامق، وهكذا. فانا لو حابب ان انا استخدم المادة دي ان انا المع بيها، فبخلي الالوان بتاعتي تكون فاتحة اكتر درجتين او 3 علشان خاطر تبقى معايا الالوان زي ما انا عايز بعد ما اديها مادة البوليسترين. تعالوا نجربوا حتة صغيرة هنا كده كتلميع او كورنيش من اللي هي المادة دي. طبعا زي ما احنا شايفين ابتدت ان هي تلزق ومش مريحة اطلاقا في الشغل. طيب تعالوا نشوفوا حاجة تانية برضو علشان خاطر يبقى احنا كده جربنا كل حاجة في المادتين دول. انا جبت هنا قطعة من الجبس، وبعد كده ابتديت ان انا احط عليها نص مادة من دي والنص التاني من دي، وهسيبها تنشف براحتها، وبعد كده هنشوفوا معايا الدنيا فيها ايه. وانا بدهن بالفرشة يا جماعة بحس ان المادة اللي هي معمولة من بنزين 92 مريحة جدا في الدهان، وكمان بتخش في تفاصيل التفاصيل، وبالنسبة لي تمام التمام. بعكس ان انا لما بستخدم اللي هو المادة اللي معمولة بنزين 80 بحس ان هي متكتلة ومش مريحة معايا لا في الفرشة ولا في الشغل ولا في اي حاجة اطلاقا. ولكن هي طبعا بالنسبة لي مهم ان انا بستخدم دي في اوقات وبستخدم دي في اوقات تانية. بالنسبة برضو لاسعار البنزين عشان في ناس سألت، بالنسبة لده وده مش فرق كتير بين البنزين ال80 وال92، يعني تقريبا فرق 2 جنيه ولا حاجة. فالموضوع ان شاء الله ما هواش مكلف. خدوا المعلومة دي بقى على جنب. لو حضرتك بتشتغل بفرشة وعايز تحافظ عليها من مادة البوليسترين ان هي تبوظها، حضرتك بتبدأ ان انت تمسحها بنفس الطريقة كده بعد ما بتخلص وتحطها في مية وشكرا. بتسيبها في المية لحد ما تيجي تشتغل بها تاني، مش بتحطها في المية وتشيلها، لا. تعالوا نصلي على حضرة النبي ونشوف النتيجة معانا عاملة ايه. طبعا الدهان بسم الله ما شاء الله ثابت جدا جدا، وكمان مش بيمتص المية نهائيا. عامل زي الزيت بالظبط واقوى من الزيت. وميزته كمان يا جماعة عن الزيت ان هو مش بيعمل زيادات. يعني انا لما بستخدم الزيت بيسيل مني وبيعمل زيادات، ده مستحيل. شوفوا هنا، هنا طبعا الجبس بيمتص، لكن الدهان ده عازل قوي جدا جدا، ومستحيل ان هو يمتص المية اطلاقا. في دي بقى يا جماعة انا هنا لما بضغط على اللي هو اللي معمول بنزين 80 بحس انه عامل فقاعات كده، وبحس ان هو طاري تحت ايديا، بضغط عليه بينزل. التاني ده لا، التاني ده اصلا ما هوش عامل طبقة علشان يبقى ان هو مثلا طري او ان هو يبان معايا او ان هو يبقى عامل فقاعات او كلام من ده، لا. هو سايل اصلا عامل زي الدهان السايل، وفي نفس الوقت عزل معايا مية بنفس الطريقة. هما الاتنين عزلوا، ولكن انا بالنسبة لي طبعا بنزين 92 كويس جدا في الفكرة دي او في التجربة اللي احنا شايفينها دي. هنجرب كده نشوف اللحام قوي ولا لا بعد ما لحمت الاتنين في بعض ببنزين 80. بصراحة يا جماعة انا انبهرت، لان هو بعد ما مسك
حرفيا زي الحديد، يعني كأنك مركبه بأقوى بأسمنت صافي، قوي جدا جدا، ومش بسهولة ان هو اتفتت معايا او اتفكك. حاجة بسم الله ما شاء الله، 10/10. حتى انا حطيت سكينة وابتديت ان انا ادق عليها بحيث ان انا افصلهم عن بعض، فمعرفتش ان انا افصلهم عن بعض، لان هما بصراحة اندمجوا بشكل كبير جدا وبقى اللحام قوي. فده بالنسبة لي ناجح في الحتة دي. لو هتلحم حاجة ببعضها يبقى تستخدم مادة البوليسترين اللي هي معمولة ببنزين 80. لكن لو حضرتك هتستخدمه في العزل، هتستخدمه في الورنيش او التلميع، يبقى بنزين 92. ده كويس جدا جدا، ومش هيكون متعب وهيديك نتيجة 10/10. هنا برضو بنزين 92 زي ما احنا شايفين، 10/10، ومديني نتيجة 100/100، وكله تمام التمام بالصلاة على حضرة النبي. هنا هنشوف حتة برضو صغيرة كده اللي انا عملتها ببنزين 80. لا وحشة جدا اهوت. شايفين يا جماعة؟ لونها ابيض كده، فطبعا ما ينفعش ان هو تستخدم معايا في الورنيش او في التلميع نهائيا. اتمنى يا رب يا جماعة يكون الفيديو بالنسبة لكم مفيد، وطبعا موجود معاكم اي سؤال او اي استفسار انا تحت امركم. بشكركم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.